الكور الكتيرة دي لزميلة المبجلة مديحة أبو العنين. يلا حالا بالا فعلا حي أبو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليلة أجمل الأعياد، هل يحيى أبو الفصاد. ميرسي يا سرحان. ميرسي يا فندم. كل سنة وأنت طيبة يا نسا مديحة. الله يا سرحان قولها لي كمان مرة. كل سنة وأنت طيبة يا نسا مديحة، والسنة الجاية نفرح بيكي وأنت ببيت العدل. يا رب يا رب يا رب. والله أنت مسروحة أوي ليه يا نسا كده؟ أقولها لك كمان؟ يا ريت. كل سنة وأنت طيبة، والسنة الجاية نفرح بيكي وأنت جاية من الحجاز. مالك يا سرحان؟ لا الظاهر في شوية برد في عينيا تعبني شوية. لازم ما نمتش كويس امبارح. انا كمان من ساعة ما كنا مع بعض في الاستوديو ما نمتش، اصل ساعات الفرحة بتطير النوم من عين الواحد. انا الفرحة طيرت عينيا خالص. اصل امبارح. ايوه يا سرحان، حصل ايه امبارح؟ امبارح مش كنت بايت مع جماعة اصحابي؟ كنا بايتين في اوضه متر في متر وربع كده. واحد صاحبي شاويش دخلنا عليهم وقفل علينا بالمفتاح وروح هو بقى. هما مش اصحابي قوي الحقيقه، اول مره اتعرف عليهم يعني. واحد اسمه سلومه الاقرع وعلي المفش وزكي بلاميطه. انا اول ما دخلت بقول لهم بونسوار. ما شفتش الدنيا دي شكلها ايه. لقيتهم هما الثلاثه راحوا قايمين وراحوا جايين عليا كده وراحوا ايه؟ يلا هم هيروحوا من ربنا فين؟ انا طبعا ما نمتش طول الليل الحقيقه. خرجت الصبح روحت كان نفسي انام، قلت واد عيب ما يصحش عيد ميلاد الانسه. رحت جبت الورده وجيت على طول. الورد. ميرسي يا سرحان. ميرسي. عجبك؟ طبعا عجبني. ب 30 قرش. ايه ده يا انسه انت حتى شمعتين بس ليه؟ انت معكيش فلوس؟ لا معايا فلوس. لا ما معاك. لا تسمحي لي انزل اجيب 45 شمعه واجي على طول. تعالى هنا. 45 شمعة ليه؟ عشان تبقى الحسبه مظبوطه. افرضي بقيه الزملاء جم الناس تقول ايه يعني؟ انا اللي قصدي احط في تورته عيد ميلادي شمعتين بس، وبعدين انا النهارده هتم 25 سنه باليوم. ايه ده مش معقول بقى. ايه اللي مش معقول ده؟ مش مصدقني اجيب لك البطاقه؟ لا خليها يمكن تحتاجها في الاسم ولا حاجه. بس 25 سنه ده انت بعودك فارع قوي يا انسه. تيتا الله يرحمها كانت دايما تقول لي واد يا سرحان عودك فارع كده ليه يا ولا؟ عامل زي شجره الموز العمر يا دوب ساعتين وهيشل فوق دراعين. انا بقى عامله زي شجره الموز. موز ايه بقى؟ طب انا كنت قد كده. قولي شجره لبخ. شجره صمت. شجره انا عكيت باين. وانا دايما اعك ونايل الدنيا بنية كده. معلش يا نسا انا اسف، اصل انا عاده ببقى صريح خصوصا مع الناس اللي عزهم يعني الحقيقه. صحيح يا سرحان، يعني انت بتعزني؟ ايه؟ يعني انت بتعزني؟ انا عز خلق الله كلهم. اقوم اجيب الشمع من فضلك عشان خاطري طاع. انا اللي قصدي احط في تورته عيد ميلادي شمعتين بس. وش معنى شمعتين بالعدد يعني؟ ما يبقوش طوره ليه؟ يعني ما انتش عارف؟ يعني انا بغير من الحته دي. يعني انا لو اعرف انكر ليه يا انسه يعني؟ انا اقول لك. ايوه يا فندم. اصل الانسان ضروري في يوم عيد ميلاده بيبقى طاير على جناح الامل، وبيتمنى ان السنه الجديده تيجي عليه وهي مليانه افراح وسعاده وحب ايه حكايه القلع اللي ماشيه في البلد اليومين دول؟ الله، انت تقلعيني القميص وحسين يقلعني البنطلون. ايه العالم مش طايقه تشوف بعض لابسه ليه؟ كل ما اروح حته الاقي قلعه الاقي قلعه، وانا مش عايز اقول ايه اللي حصل في التخشيبه بصراحه بقى.
انت كلميني كلمتين تقلعيني القميص، حسين يكلمني كلمتين يقلعني البنطلون، مش عارف مين يكلمني كلمتين يقلعني مش عارف ايه، اكلم 5 6 انفار الاقي نفسي طرزان انا بقى. سيب القميص. انا مش عايزه القميص. امال عايز ايه؟ عايزه اقول لك ان الانسان انا انسان اللي بهدوم ولا من غير هدوم؟ اللي بهدوم ماله بقى؟ محترم طبعا، محترم طبعا. بيحط شمعة تانية جنب شمعته، رمز العمر الجديد واللحظة الجديدة اللي بيتولد فيها الأمل. بعقلك ده انت اتضح انك انت شاعرة كبيرة قوي يا انسة. يعني الانسان لما يبقى الله 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 الله. وساعتها هتبقى اكتر لما تعرف ان الشمعة دي عشانك انت. فكريني لما كنت في بيت جدي، كان لما مولود يتولد يدي كل واحد فينا شمعة عشان انت هتقعدي كده كتير عشان نفرح مع المولود الجديد. انا كمان عايزة افرح، عايزة اغني، عايزة اتفسح. نتفسح. والله فكرتيني بالرحلات. مرة وانا في المدرسة الاستاذ عبد السميع بتاع التربية الرياضية قال لنا اللي هيكسب من تالتة اول او تالتة تاني في الحفلة الكبيرة هيطلع رحلة على حساب المدرسة. جينا احنا بتوع تالتة اول كسبنا العيال بتوع تالتة تاني، قعدنا نعايرهم بقى ونقول لهم تالتة تاني يا خيبتها، تالتة اول غلبتها. كان يوم كان يوم. كل شوية نقعد نقول لهم بقى تالتة تاني يا خسافة حستها، سنك حافس يا حفشتها، تالتة أول يا خرابي. أم الأستاذ عبد السميع شخط فينا، شخط فينا عبد السميع، شخط قوي، شخط قوي عبد السميع، شخط قوي. هو ما شخطش قوي انما بقى يشخط شويه ويهدش. شخط قال بس يا ولد يا حمار انت يا ولد. فالعيال شمتوا فينا لما احنا شتمنا اتقال لنا يا حمير. قلنا لهم ايه يعني؟ ما كلنا حمير ربنا. وبعدين يا سرحان؟ وبعدين لما حمير ربنا هم ما سكتوش. عارفه انسه؟ نعم. الوضع بتاعك ده بيفكرني بواحد مخبر صاحبي اسمه العمدة. هو من فضلك ثانية واحدة، هي الناس كلها بتنام على صدري ليه؟ ممكن تغمضي عينيك عشان أنا محضر لك مفاجأة. محضرني مفاجأة؟ أيوة صحيح أهو. أنا بقول لك غمضي عينيك مش غمضي بقك. شفت المفاجأة الجميلة دي؟ صورتنا إحنا الاتنين مش شبهنا الأرانب دول. الأرنب سفروت وأرنبة سمسمة. اتفضل يا فندم، هدية رمز التفاني والإخلاص وتعبيرا عن تحالف قوى الشعب العام. ميرسي يا سرحان. ميرسي يا فندم جدا. انا كمان عايزاك تغمض عينيك عشان انا محضره لك هديه. بس انا لسه عيد ميلادي بدري عليه، ده في عاشوره. معلش عشان خاطري غمض عينيك. اصل مش هكمن اديتك هدايا تديني هدايا في نفس الوقت، عيب يعني. طب اديني حق الورد وامشي انا. هات 10 صاغه واروح. عشان خاطري غمض عينيك. الله عليك يا حاجات يا انسه. ايه الله، ده احنا جدعان قوي يا. هما بخيت الزملاء ما جوش ليه؟ انا مش عايزه حد يجي. طب امشي انا؟ لا مش هتمشي. انسه لازم امشي، اصل في واحد ظابط هيزورني بكره ولازم امشي. انسه انا عايز اقول لك. انا اللي عايزه اقول لك. ايه؟ عايزه اقول لك اني بحبك. وانا مالي انا يعني؟ الله تحبيني انتوا تمسكيني وتزمري بوقي ليه يعني؟ هي ولاد الناس لعبه في انا اهلي صعايده وقطعوني حتى.
واسمهم ايه عشان نسيت انا؟ الشعب. ايها الشعب، ايها الشعب، لقد قمنا اسمها اللي احنا قمنا بيها الثورة. لقد قمنا بالثورة من اجلكم وفي سبيلكم، ولن نتعاطى مع ما كان يريد ولا كده ما كان يريد منين ما كان إنما هناك يقولون ولكن هيهات نحن لن نتفتت ولن الإمبريالية التسعية وثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية التسعية، التسعية من التوسع والإمبريالية من الأنبرة، ولكننا بالمرصاد لقى الثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية التسعية، التسعية من التوسع والإمبريالية من الأنبرة. هناك بعض الأشخاص يشمروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمر لنا نشمر له. نحن سادة الشمبرة من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد نقل الثورة والشعب جميلة عريضة. إمبريالية تسعية، تسعية من التوسع والإمبريالية من الأنبرة. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. من يريد أن يعيش سعيدا فليموت، ولكننا بالمرصاد لقى الثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية تسعية، تسعية من التوسع والإمبريالية من الأنبار. لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة، أنا كنت في الحمام ساعتها، ولكننا بالمرصاد من أجل الثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية تسعية، تسعية من التوسع والإمبريالية من الأنبار. والسلام عليكم ورحمة الله. شايف حب الشعب يا رستم؟ شعبي ايه يا فخامة الرئيس؟ شعبي اللي جاي عشان احتفالات اعياد الثورة. بس اعياد الثورة مش النهارده يا فندم. الله، امال مصحين لي بدري ليه؟ مش النهارده الاربعاء؟ الاربع بس يوم كام؟ مش النهارده 4 زمزوم؟ الثورة ما كانتش في زمزم فخامتك. ما كان في زعزوع. في زعزوع يا فندم. لما النهارده مش عيد الثورة، الناس دي جايه من دلوقتي ليه؟ ده تسيب وعدم انضباط. ناس بقى صيعه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. بس يا فندم مفيش بس. نزل الجيش فورا محاصر كل اللي موجودين، واعزل الرجاله عن الستات، الرجاله يحاكموا محاكمه عادله ويعدموا. والستات يا فندم يبقى هاتهم لا اتصرف انا معاهم. بس لو سمحت لي فخامتك، دي مش الجماهير اللي فخامتك تقصدها. امال مين دول؟ دول جايين لحاجة تانية خالص يا فندم. حاجه تانيه ايه؟ دول جايين لعادل امام الممثل. اعدموه. ولما النهارده مش عيد الثوره سابلنا اخطف الناس ليه؟ انا لا وقت وصحتي، انا طول الليل شغال. طول الليل شغال لما نفسي اتقطع، وده من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب العالم. فخامتك قد المسؤوليات دي واكتر. وهي دي مسؤوليات بعقل يا رستم، وشرفك عندي، وانت طبعا عارف ان شرفك عندي ما يسواش 3 مليم. انا لو عارف ان تدعيم الثوره صعب ومشاكله كتيره كده، انا ما كنتش عملت الثوره من اساسها. هذا قدر الزعماء العظماء. وما تنساش ان فخامتك حامي حمى البلاد. من غيرك ما كانش الشعب عرف معنى الحريه والديمقراطيه والعزه والكرامه. هي دي المسؤوليه القوميه اللي اتعلمناها على دين فخامتك يا فخامتك. ايوه بس انا كده ما بنامش من اعباء المسؤوليه. انا طول الليل في مباحثات من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب اوروبا وافريقيا. انتوا طبعا سمعتوا انهم بره مقسمين العالم على كيفهم، يقول لك عالم اول وعالم ثالث والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. ها تقسيم بايخ. وللاسف ما فيش اي زعيم قدر يتصدى لهذا الموقف المهين، كلهم وقفوا يتفرجوا على هذه التفرقه السخيفه. انا بس الواحد وبعون الله قدرت امبارح اثبت ان ما فيش لا عالم اول ولا ثالث، كله متحد على سرير واحد. على منهج سياسي واحد، على منهج سياسي واحد. يا سلام يا فندم، منتهى الرقي في الفكر والتخطيط السياسي. انا معاك انه فكر راقي صحيح، بس المساله ما كانتش سهله زي ما انت متصور. المباحثات اخذت جهد فظيع، طول الليل رايح جاي من اوروبا لافريقيا ومن افريقيا لاوروبا. لما الواحد نفسه اتقطع ما تعرفش يا اخي، الدول دي بقت حاجه عجيبه، كل واحده مزرجنه بالثانيه. للدرجه دي يا فندم المباحثات كانت صعبه؟ صدقني يا رستم، دول شويه الحماس الثوري اللي جوه الواحد، المباحثات ما كانتش حققت اي نجاح.
خصوصا مع الجبهه الاوروبيه كانت بترجع دماغها من وقت للتاني، ما انت عارف اوروبا وحركات. ايوه عارف، المهم يكون ربنا وفقك في النهايه والمباحثات تمت على خير. لا ما انت عرفت لما احط حاجه في دماغي لازم انهيها كما يجب، لا برضه مساله بتمس سمعه الوطن والمواطنين. اهم حاجه يكون فهمتك انبسطت في المباحثات دي. اسمع يا رستم، انا بفكر اعمل مباحثات اضافيه بعد الظهر كده. تقدر تسميها مباحثات تمهيديه من اجل ترسيخ العلاقات الانسانيه بين الحاكم والمخلصات من بنات شعب والجميلات. بس ده ما فيهوش ضرر على صحه فخامتك. ما هو مش معقول كمان يا رستم ندي جهدنا كله للخارج وننسى الشعب. تمام. لازم شويه كده وشويه كده. واديك شايف اللي حصل للرئيس بوش، اهتم بالسياسه الخارجيه ونسي الداخليه فاعوه زومبا. مع العلم عندهم شويه سياسه داخليه في أمريكا. سياسه كده مادونيه. يا فندم اللي حصل للرئيس بوش سببه ان نظام الانتخابات عندهم في امريكا كله غلط في غلط. اي والله يا رستم عندك حق، يا ريته كان استشارني وانا كنت بعت له كام خبير من عندي قعدوه في الحكم لغايه ما اعتزل الدنيا كلها. كمان يا فندم. اي والله. ايوه. مين دول؟ دول الوزراء فخامتك. وزراء؟ واحنا عندنا وزراء؟ ايوه يا فندم، الوزراء بتوع فخامتك اللي طلبت الاجتماع بيهم عشان عرض الاتفاقيه ومناقشه مشاكل وزارات. مشاكل؟ انا ما عنديش مشاكل، بلاش زي الفل، انا مش عايز قلب دماغ. ده من عشرنا بكلام فخامتك يا فخامتك، ومطلب ورجاء من شعبك اللي بيحبك ويترجى عطفك. ده وزير معانا. ايوه معانا. الله، مش ده بيحلق لي الصبح؟ ايوه ده معانا في الحزب. معانا يا فندم. كدر. انت وزير ايه؟ وزير التموين يا فخامتك. التموين دي بتاعت ايه؟ تموين. وزير البتنجان والخيار طب ايه المشاكل اللي عندكم؟ بنعاني يا فخامتك من نقص جديد في السلع التموينيه. المخزون ما يكفيش البلد غير يومين اتنين بس، الناقص يا ريت تستوردوه بسرعه. ما انتوا بهايم. انت لو فكرت في حل عملي بدل ما تقعد تندب زي النسوان ما كانش هيبقى في مشكله من اساسه. حل زي ايه يا فخامتك؟ حمله توعيه كبيره في جميع وسائل الاعلام الغرض منها تعريف الشعب باضرار الاكل. يكفي انك انت تقول ان الشاي والسكر والفراخ واللحمه وكل الحاجات دي بيسببوا ضعف الجنس عند الرجال، ساعتها كل واحد يقول لك يغور الاكل ابقى بكرامته قدام مراتي. طب والستات يا فندم؟ هبقى اكلهم انا ما عرفت يا رستم. فكره عظيمه يا فخامتك. رائع يا فخامتك. نظرية اقتصادية هايلة يا فخامة الرئيس، دي لازم تعمم في جميع أنحاء العالم. في حد بيتكلم هنا؟ ايوه في. مين؟ ده اللي بيتكلم. ايوه هو. مش في نعجه استنسخوا منها 2؟ التانية راحت فين؟ مش عايزين يستنسخوا حمير؟ لا لسه. 1% على كل ازازه كازوزه. استناني بره عشان تحاكم محاكمه عادله وتعدم يعدم على الخازوق. حاضر. ايوه حبيبي، انت وزير ايه؟ وزير النقل والمواصلات. عارفه ده كويس، مش ده اللي كان بتاع مراجيح زمان؟ تمام يا فندم. معانا في الحزب. معانا يا فندم. كدر. كدر. ايه المشاكل اللي عندك؟ المبالغ المخصصة لتجديد شبكة المواصلات مش كفاية، وفخامتك عارف المواصلات شيء مهم جدا لراحة الشعب. انهي شعب؟ شعب فخامتك. انت مالك انت ومال الشعب؟ انت مش عندك عربيه بتوديك وتجيبك؟ ايوه فخامتك. ومراتك اللي كانت بتشتغل رقاصه مش عندها عربيه بتوديها وتجيبها اخرى؟ ايوه فخامتك. طب ما انت كويس، صدقني ما حدش جاب الهم والغم للشعب غيرك انت وامثالك من الوزراء يا بهايم، طول النهار قاعدين على مكاتبكم تربوا في كروش يا بهايم. والحل يا فخامتك؟ حل بسيط، في الناس لما تمشي ساعه ولا 2 هم رايحين شغلهم، والمشي معروف ان رياضه، هيروحوا شغلهم عندهم نشاط، هيشتغلوا وهم مروحين برضه يمشوا ساعه ولا 2، هيروحوا بيوتهم مهدود حيلهم، هيناموا بدل ما يشتغلوا مع ستاتهم وخلفوا لنا عيال واصرف يا حكومه. صح؟ صح. لما الصح وجع دماغي ليه؟ سلامة دماغك. مين سلامة دماغك ده؟ سلامة دماغ فخامتك يا فخامة الرئيس. في حد عندنا اسمه سلامة دماغ فخامتك هنا؟ انا لا اعتقد هذا. البقف ده وزير معانا اخر. وزير يا فندم. انت وزير ايه؟ وزير الاعلام يا فخامة الرئيس. كلام. امبارح انا شفت نشرة الاخبار فيها 15 خبر، ما فيهاش غير 16 خبر عندنا بس. يزودهم يا فخامة وفين الاناشيد الحماسيه الثوريه؟ انا مش عايز اناشيد للشخص لا سمح الله، انا عايز اناشيد للمسيره وللكفاح والجماهير العريضه. معاك ورقه وقلم؟ معايا يا فخامتك. طلع ورقه وقلم. تعرف يا رستم انا كلامي يقول ادبيه زمان، كنت بقول شعر وحاجات زي دي كده. حاجه معروفه. همليك الغنيوه دي عشان تذيعوها في التلفزيون عندكم. اكتب. هشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمة كويس، يا مدلعنا يا مشخلعنا، قول لعدوك روح تليس. هشتكنا وبشتكنا يا ريس. الله
ايه ده؟ دي تتلحن النهارده وتذاع النهارده. انت وزير الاعلام اسمع، طلع بيان اشجب فيه الاتفاق اللي حصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اتفاق غز وريحوا. ايه مالكم؟ اتفاق ايه يا فندم؟ غز وريحوا، غز وريحوا. ولا هو غزوا وما ريحوش؟ ما ريحوش لسه. غزوا وريحوا يا بهايم. ما بتسمعوش ولايات الانباء؟ يا فندم بنسمع، بس احنا سمعنا ان اسمه غزه واريحه. ريحه مين؟ مش ريحه حد يا فندم. هم غلطوا في الحاجات دي، ما غلطش انا. اشجب هذا الاتفاق. احنا طلعنا بيان تأييد امبارح يطلع بين شجب وتأييد مع بعض. وندد. عايزك تندد، عارف لو ما نددتش هنددك في الشارع. ايه عايز تروح الحمام ولا ايه؟ لا حمام. ايه البتاع ده عامل كده ليه ده؟ مش ده اعلان كاوتش؟ كاوتش ايه فحمتك؟ اعلان كاوتش اللي عامل كده ده. امال ده اعلان ايه؟ ده مش اعلان، ده وزير. ايوه وزير الكاوتش. لا يا فندم. انت وزير ايه يا ولا؟ انا وزير الداخليه يا فندم. داخليه. الانتخابات على الابواب، عامل حسابك ولا لا؟ كله تمام سعادتك يا فندم. السديه متشمعه والنتائج جواها من المره اللي فاتت وكله تأييد لسعادتك. احنا المره اللي فاتت عملنا نتيجه كام؟ 99 و999 من 1000% يا فندم. الواحد من 1000% راح فين يا رستم؟ المخابرات بتدور عليه وهتجيبه ان شاء الله يا فندم. انا السنه دي عايز ارفع المعاناه عن الشعب. انا مش عايز حد يروح ينتخب خالص. انا عايز الناس تبقى في بيوتها مستريحه، واحنا متطوعين نحط لهم اصواتهم جوه السنه دي. النتيجه 100% السنه دي. حاضر. بس المره دي يا فندم عايزين نبقى حريصين شويه منعا لوجود اي اعتراضات من جانب المعارضه. واحنا مش قدامنا المعارضه. ما هو طلع غيرهم يا فندم. اللي يطلع قدامه مش عايز قلب الدماغ. هو بس يا فندم مساله اصوات المتوفيين اللي احنا بنحطها في السنه دي ضمن الاصوات المؤيده لفخامتك عليها بعض الاعتراضات، اسف بعض المحاذير. يا رستم يا غبي، اصوات المتوفين دي قمه نظريه الوفاء الجماهيري. نظريه ايه يا فندم؟ الوفاء الجماهيري، لاننا مش شده وفائنا لامواتنا بنعتبرهم عايشين معانا. بدون شعورهم واحساسهم واصواتهم، حتى هم بعاد عننا في العالم الاخر. امواتنا ناس انتم لا تعلموا شعور امواتنا. هم في القبور واصواتهم تطير تحرسها الملائكه ناحيه الصناديق، والملائكه تغني والاموات يغنون. هشتكنا وبشتكنا يا ريس. امواتنا بهايم. انتوا كمان لما هتضربوا بالرصاص هتشوفوا اصواتكم ذات تطير تحرسها الملائكه. عيب اللي احنا نتنكر لامواتنا ونبقى شعب لا نعرف الوفاء. تفكير رائع يا فخامتك، تفكير عظيم. ده اللي انتوا فرحين فيه. تفكير رائع، تفكير عظيم. فكروا زي ليه؟ لازم انا اللي افكر. في العصايه. في العصايه. عن ابوك ولك كلب. شيل الصيع. خلاص يا فندم، نوعدك بعد كده لان لازم نفكر. قال ايه؟ عايز يفكر. انت جننت يا واد ولا ايه؟ انتوا هنا عشان تنفذوا فكر انا وبس، فاهمين؟ ده شيء طبيعي يا فندم، فخامتك الزعيم الملهم وكلنا بنتعلم من افكارك. دي مش ديكتاتوريه. مين لا سمح الله يرصوا بس دول افكارهم هتبقى منيله ابني لو هيودوا البلد في داهيه. تمام. بص ده شكل وزراء لا خالص. بتاع الداخليه خطوه اللي قدام. سيب ايدك خالص، وطي هات حاجه من على الارض، مرجع ايديك، قول ورايا سهله بيسه سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. اقول لحضرتك سهله بيسه سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. سهله بيسه سهله بيسه الله الله على البسبيسه. ده وزير؟ لا يا فندم. مش عارف يقول نشيد الجنود البعاليص بتوعنا كما كنت. تعال انت. ده وزير؟ لا يا فندم. شبه حيوان الاربوع كما كنت. وشايف راسهم كلهم بكروش. الكروش مليانه شحم، الشحم بيسيح في الحر بيطلع على نافوخ يضرب في طاسه المخ يعمل غباء مستديم. وده نظريه علميه معروفه. نظريه ايدي يا فندم. طاسه المخ في الامم على راي الشاعر ربما امتصت في امخاخها الاتتي فكاتت في اتاتها الاسسي. الله الله الله. رستم. لا يا فندم. قرار جمهوري بتحديد وزن الوزير ب 50 كيلو قايم. حاضر يا فندم. وهدين فرصه من اتنين. بعد كده عاوزينهم واحد اللي عليه زي الجرام هفضل ضرب الجزم لغايه ما يخس. بس 50 كيلو انا مفيش خالص. هيبقى في شويه استثناءات. هنعتبرك من اسر الشهداء. الله يخليك. انا كنت عايز من دماغي بتوجعني. انا عندي موضوع على جانب كبير من الاهميه
وانا واثق انه هيكون له جوانب اقتصاديه وزراعيه وصناعيه وهيخلي البلد ان شاء الله مهلبيه. ووجدت ان الامانه الديمقراطيه تحتم ان انا اعرض الامر عليكم، لان انا تعودت لا انفرد برايي ابدا. انا طبعا خدت قرار وخلاص، مش مستني رايكم يا بهايم. في دولة كبيرة عارضين علينا، عايزين نأجروا عندنا زي ما تقولوا كده حتة أرض يعملوها تربة فرنجي، حاكم الخواجات ليهم حاجات عجيبة. بس اللي اعرفه يا فخامه الرئيس انهم عايزين يدفنوا النفايات في المقبره دي. والله بدل المقبرة هتبقى بتاعتهم ويدفنوا فيها اللي هم عايزينه، احنا مالنا. ده شيء في منتهى الخطوره يا فندم، لان النفايات دي مهما اندفنت بعيد عن سطح الارض بتخرج منها اشعاعات. إشاعات؟ في إشاعات في البلد؟ لا يا فندم، اشعاعات. أكتر من إشاعة؟ اشعاعات نوويه يا فندم. إشاعات إيه؟ نوويه. نبوية بتطلع إشاعات؟ اعدموا نبوية. حاضر يا فندم. اشعاعات نوويه وذريه. وفوزية كمان. اعدام لي فوزية. حاضر يا فندم. نواه. الله، ونوال رخرة ده تنظيم نساء مضاد. الظاهر يا فندم. اعدام بدون محاكمة. حاضر. ذره. مين؟ ذره. ذرة فين ده؟ فين؟ الذره اللي جواها النواه. جوه ايه؟ نواه. الموضوع له علاقة بالبلح. الذره اللي جواها النواه. الذرة، أيوة افتكرت، بتاع السنة رابعة. ايوه يا فندم. بتاعت رابعة أول. الذرة اللي هي لما يبقى في بتاعة كده تيجي بتاعة تانية، تقوم تيجي بتاعة جنب البتاعة الأولانية، تقوم تيجي بقى البتاعة الأولانية ما تقعدش بقى مطرحها، تروح عند بتاعة رخرة التانية، رخرة ما تستناش، فتقوم بقى إيه يعني شوية يعني في خبص كده في حاجة. مالها دي بتقول؟ بتخرج منها اشعاعات ممكن في المستقبل تدمر الشعب كله. أنت وزير إيه؟ وزير اقتصاد يا فندم. ولما أنت بتاع اقتصاد مالك أنت ومال الذرة؟ يا فخامة الرئيس، فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي، وأنا قلت رأيي بدافع من ضمير. دافع من إيه؟ ضمير. زعق. مش سامع أنا. أنت وزير إيه؟ وزير الاقتصاد يا فندم. اقتصاد. يا فخامة الرئيس، أنا كل إخلاص للوطن سواء في فكري أو في عملي. أنا سعيد إن أنا اتعرفت عليك في الوقت المناسب، وسعيد أكتر إن يكون في وزير زيك في الوزارة عندي. هي الديمقراطية بتنشأ من إيه؟ من اختلاف الآراء، وفي النهاية رأي الأغلبية هو اللي يسود. يعجبني طريقة طرحك للموضوع، فكرك منظم، وبذرة الديمقراطية أساسا جواك. أنت عندك أولاد؟ عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. رستم، نعم يا فندم. وزير الاقتصاد مش هيقدر يكمل معانا الاجتماع. ليه خير يا فندم؟ كان عنده اجتماع فوق، كان ناسيه، فكرته بيه زمانه مجتمع براحته دلوقتي. هي دي الطهارة الثورية اللي أنا بحبها. يتطهروا من ملابسهم، بعد كده يتطهروا من أفكارهم الهدامة. دلوقتي إيه رأيكم بموضوع حتة الأرض دي؟ ده لصالح البلد 100%. دي مسألة لابد أن نتمسك بها، لأن البلد في محيك، البلد في مسيس. أنا عندي عيال يا فندم. استنى، أنت بنطلونك ما نزلش ليه؟ ده مش شرط طبعا. عميل خالص. أيوة. لازم الطلون. لازم الطلون. اتكلم كويس وانا انزل لك حاجه تانية. انا عايز اعرف رجلين دي ولا صوامع غلال. يا فندم، الموضوع ما كانش يستحق العرض من اساسه. مين في العالم كله يا فندم يعرف مصلحه الوطن غير قائد الامه الهمام ومفكر ثورتها العظيمه؟ دمت لنا فخرا يا زعيم الأمة، دمت لنا فخرا. انا اشكركم على هذه الثقه العظيمه، ولكني تعودت لا انفرد برايي ابدا. يا فندم انفرد. أنت الشعب والشعب أنت. انت الشعب والشعب انت، انت الشعب والشعب انت. الاجتماع انت. يلا وانت هو كل واحد على وزارته. يلا. انت الشعب والشعب انت، انت الشعب والشعب انت، انت الشعب والشعب انت. السيد نعيم يا فندم مدير عام المخابرات طالب مقابلة فخامتك. ادخل يا نعيم. فخامة الزعيم. يا نعيم، بقالنا مده ما سمعناش عن اي خبطه من خبطات المخابرات، لا في طياره اتخطفت ولا سفاره اتفجرت ولا حاجه من دي. خير. فخامتك عودتنا اننا نعمل في صمت يا فندم. عارف يا رستم، نعيم ده من عينتك ابليس برضه، بس هو ابوه كان ابليس تخين، انت ابوك كان ابليس ناشف. ايوه. كلنا في خدمة فخامتك. اللي في ايدك ده يا نعيم. ده شريط فيديو طلب رستم باشا يا فخامة الزعيم. ايه يا رستم، انت بتشوف افلام مخله بالاداب ولا ايه؟ لا لا لا،
مش تبقوا تاخدوني معاكم؟ ارحمني ربي من نظر. كل واحد ياخد خير. كل واحد ياخد خير. انا هسيب لكل واحد خير بس كل واحد ياخد خير واحده بس. اللي عايز خير تانية يشتري هو بقى. يشتري هو خير تانية. خدوا انتوا الكيس وانا اخد خير. انتوا خدوا الكيس كله وانا هاخد خير واحده بس. انا مش عايز خيار. هو انا بتاع خيار؟ انا ما بحبوش. انا جايبه عشان اعلقه في النجفه بصراحه يعني. انتوا كلوا الخيار كله. هاتوا جبنه وكلوا خيار بالجبنه. الخيار مفيد للجبنه جدا جدا يعني. خللوه بدل ما انتوا واقفين كده اقعدوا خللوا خيار. هتفضلوا واقفين. خللوا خيار كويس. احشوه. اقعدوا قوروا خيار وحطوا في كل خيارية جوافية وحطوها الفرن هيطلع بطيخ على طول. خيار كويس. الخيار مفيد لعضلة القلب. لما اهلا مين؟ سكرنو. مش احمد سكرنو برضه؟ مين؟ العمدة. اهلا حبايبي. ايه ده مين؟ موسوليني. ازيك يا موس؟ يا خبر ايزنهاور نفسه. ده جميع الاخوه الصعايده هنا ما شاء الله. لا مؤاخذه ما خدتش بالي يا فندم من خدش بالي من البتاع. انا دخلت شقه غلط. اصلها زي شقتنا بالظبط.
حتى الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه عندي زيه في نفس الحته، نفس نظام الشقه زي عندكم هنا، بس عندكم هنا في عمود بقى الحقيقه. ايوه مش حضرتك عمود برضو سيادتك؟ والمجلات اللي على الترابيزه نفس المجلات عندي زيها. في اشاره يا فندم. وريني. خير يا فندم. بيقولوا البصمات اللي وجدوها في شقه عنايات ابو سنه مطابقه لبصمات سرحان عبد البصير. نفس المجلات عندي. طب انا همشي بقى. انا ساكن يا فوق يا تحت، وعايزين نبقى نشوف بعض. انتوا ما بتجوش ليه؟ مش تبقوا تيجوا؟ قولوا سرحان عبد البصير اي عيل هيجيبكم على طول. ابو تعال. يا سلام بقى. عشان في ايه؟ في حاجة؟ انت سرحان عبد البصير؟ لا. ما انت مين؟ سرحان عبد البصير. رد على سياده المقدم. مين؟ سياده المقدم. اهلا وسهلا سيادة. وماسك من الفخ في ايده ليه؟ بس امال في الاول انكرت ليه؟ اصل بصراحه لما شفت حضراتكم نسيت اسمي. ليه؟ اول مره اشوف بوليس يا بيه، طول عمري اشوفهم من بعيد خصوصا في الاتوبيس، يجوا الكمساري يقول له ورق، التاني يقول له بوليس، اعرف ان ده بوليس على طول. ما بتفعوش ابدا في الاتوبيسات يا سعاده البيه. مره جه الكمساري بيقول لي ورق، قلت له بوليس، انا افتكرت ان دي جمعيه يعني ولا حاجه، بس قال لي طلع البطاقه. انا الوحيد اللي قال له طلع البطاقه. طلع طول البطاقه بص فيها شويه كده ولقيته ضحك قوي وعينك ما تشوف الا النور. بقى هو يضرب والسواق يضرب والركاب يضربوا وجرجروني في الشارع، وبقى اللي جاي يضرب واللي رايح يضرب والستات تزغرط والرجاله تقول الله اكبر، واللي بشومه واللي بسكينه واللي بالبنيه، وعيال صغيره تيجي ورايا تعمل حاجات عجيبه وتجري. جميع الناس قعدوا يضربوا كل ده عشان قلت لهم بوليس. امال لو كنت قلت مطافي كان عملوا فيا ايه؟ انت مستريح كده حضرتك؟ مبسوط؟ احنا عاوزين نتكلم مع بعض شويه. لا اتكلموا انتوا مع بعض، انا مش هتكلم، انا مخصمكم بصراحه. هتتكلم واسع. كل واحد مكانه ولا انتشروا. وانت مش هتنتشروا؟ هيفضل واخد مقاس الطربوش بتاعي. في ايه بيه؟ انا كل حاجه عندي مظبوطه، ايجار الشقه ودفعته، تقطيعين ضد الكرره والطعام، فاتوره التليفون ودفعتها، مع العلم ما عنديش تليفون، خفت لا يشيلوا العده اخويا واقعد في البيت من غير عده تبقى مصيبه. عظيم قوي، كل اللي بتقوله ده تمام، بس في جريمه حصلت. جريمه؟ ايوه جريمه. جريمه ايه يا محترم؟ جريمه قتل. يا سلام، جايين هنا عشان جريمه قتل؟ ايوه. قتل ولا لعب عيال لا مؤاخذه؟ قتل طبعا. قتل طبعا. صحيح الكلام، انا عايزك انت اللي تقول في قتل حصل. ايوه في قتل حصل. في قتل حصل. اوعى شويه بقى لو سمحت. شكرا يا اخويا. ربنا. ايه ده فوق. هاتوا يلا. اصحى معايا كده، خليك معايا هنا. هتفوق ولا لا بقى؟ لا يا حسين مش كده قلت لك. مين؟ ماما انا فين؟ اصحى ده انت وبلاش الحركات دي. سيادتك قلت جريمه قتل من شويه. ايوه في الشقه اللي تحتك. في الشقه اللي تحتيه؟ ايوه. مدام عنايات؟ ايوه. اتقتلت؟ ايوه. يا عم اوعى بلاش كلام فارغ. ايه ده؟ وبعدين في لعب العيال اللي بيعملوا ده، انتوا واقفين تتفرجوا انتم ولا ايه؟ اهو. هاتوا يلا. اصحى معايا كده، خليك معايا هنا. هتفوق ولا لا بقى؟ قلت لك بلاش عمر. انا فين؟ في بيتكم. وحضراتكم عايزين مني ايه؟ انما انا اذن من النيابه، تفتيش الشقه. من النيابه؟ ايوه. لا من النيابه لا. دلوقتي حالا تعرف كل حاجه، لسه داخلين قبل حضرتك ما تشرف بشويه، كملوا تفتيش. يفتشوا عليه. بس بلاش غلبه. وحياتك شعر ودقن لو سمحت، عشان انا هبقى. اقف. قول لي. نعم. انت ساكن هنا لوحدك؟ ايوه بيساكن هنا لوحدي، اصل مرحومه امي ماتت من زمان وانا صغير، تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا رخر مات وخالتي ماتت وعمتي ماتت، سيب الخيار. خيار ايه؟ اقعد كمل.
وعبد الفتاح مات. مين عبد الفتاح؟ انا عارف، ضروري واحد اسمه عبد الفتاح مات والنبي الفتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها؟ اوعى حد يضرب، اوعى حد يضرب. لا يا شيخ انا مش عارف بنفتش على ايه. انا ما اعرفش لا ليه. انت حالا تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك فيه؟ اوعى حد يقرب لي. ايه ده؟ ده ارنب. واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بنت؟ ما انا سفرود بتاع وده ايه ده؟ تسرير. ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه يلا هاتوه هنا تحت النجفه وريني. ده دم. نعم. دم دم بني ادمين ايوه على البنطلون بتاعي. ايوه ورينا السكرنو كده لو سمحت. ده دم صحيح. اوعى شويه لورا. ايه ده؟ وانت دماغك كده شغل. يا جدع انت اصحى بقى وخلصني بقى. اصحى. اهلا وسهلا. مساء الخير. نزلوه. انا مستريح كده. انزل. منين الدم ده ليه؟ ليه يا شيخ ما مش عارف منين؟ ورحمة امي ما اعرف. دم عنات اللي اتقتلت. اتقتلت ليه؟ احنا اللي بنسالك اتقتلت ليه؟ انا ما اعرفش يا بيه، انا لو اعرف اقول على طول. سرحان عبد البصير. نعم. اقلع على البنطلون. لا انت الاول. سرحان عبد البصير بقول لك اقلع البنطلون. لا يا سيدي عايزين نقلع كلنا بقى. لما انا الواحد انا اتكسف اقلع لوحدي قدام. تتكسف؟ ايوه بتكسف. طيب قلعوه بقى ده. بس يا بغلي سيب بس يا سيد، انت ما صدقت يا سيد. انا هقلع في الحمام. طيب سيبوه اتفضل ادخل معايا يا حسين. حاضر يا فندم. يا بيه بلاش حسين يخش معايا. لا يا اخويا بلاش حسين. لا سيبه يا حسين. سيبه انت حسين. بس اعمل حسابك. نعم. اي حركه البيت كله محاصر. محاصر؟ انتوا هتحاربوا خلاص. خلصني بقى. طيب حاضر. ما تخشش معايا يا حسين اخويا. انا كسف حسين اقلع وفي حد حسين يبقى موجود معايا وانا حسين وانت اخبارك يا حسين دلوقتي يعني؟ خلصني. اما انسان غريب قوي، حتى بيته كمان غريب زيه. كل الصور اللي فيه ارانب، الكتب ارانب، المجلات ارانب، هو كمان شكله زي الارانب. اظن حضرتك تاكدت دلوقتي ان هو القاتل يا فندم. ضايع حسين لغايه دلوقتي مش قادر احدد سلوكه. يا فندم ده عامل زي القاتل بالظبط يا فندم. ما هو ده اللي مشككني فيه اكتر. يجوز يكون مجرم حويط وانا مش واخد بالي. حسين الحق اشوفه لحسن يكون هنا بتبقى مصيبه. يلا اصرخ عليه. سرحان سلم نفسك يا سرحان. البيت كله محاصر، ما تحاولش الهرب. اي حركه هضرب بالنار. اطلع يا سرحان وارفع ايديك لفوق. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزينك في كلمتين. هاتوا يلا. خد البنطلون ده منه. مش حسين؟ يا فندم افتح المحضر لغايه منزل لخبير الادله الجنائيه واجي لك على طول. حاضر يا فندم. تعالى معايا في البنطلون ده. شوف الخبير بصوا ده. اديني قلم. اديني قلم اهو. قلم كوبي يا اخي، ده محضر رسمي. الله يا اخي قلم كوبي يا اخي. قلم كوبي طب ابريه يا اخي ابريه. الله ما تبريه يا اخي. هتموتوني عشان تبروا قلم؟ مدفع. صلوا على النبي. صلوا على النبي. بس يا سيد، ده انت ذبحته كفايه. ما اهو. جاهز يا حسين؟ تمام يا فندم. كنت فين من ساعتين؟ بقول لك كنت فين من ساعتين؟ كنت مع سيادتك يا فندم. ايه ده انت مالك انت وانا بسألك انت تقعد تشوف شغلك وتكتبه بس. اقعد. شيء عجيب والله. انت كنت فين من ساعتين؟ انت بقى بقول لك كنت فين من ايه ده اللي بيلعب جوه ده؟ موتوا اللي جوه ده خالص. سرحان عبد البصير مربي خنازير في صدره يا سعاده البيت. سرحان عبد البصير رد عليا. كنت فين من ساعتين؟ يعني من الساعة 6 للساعة 8. ان في النون. ايه؟ في النون. بتقول ايه؟ في النون. خف عليه شوية عشان افهم. في التلفزيون. التلفزيون كويس. وقبل التلفزيون؟ الناحية ناحيناه. ايه؟
الناحية هناك يا ابني بتقول ايه؟ في الناحية هناك يا بقى خف. في جنينة الحيوانات. في جنينة الحيوانات. كويس. من امتى؟ نياحة يا حياة. يا ابني فسر. نياحة يا يا حياة. بقى خف. حوالي الساعة 4. حوالي الساعة 4. حوالي الساعة 4. يعني يا سرحان من الساعة 4 لغاية الساعة 5:30. في الناحية هناك. وين ناحية؟ نحنيحة بهبو. ايه؟ نحنيحة بهبو. يا بهاء خف. بتقول ايه؟ لا بيد انا بكح. اتفضل يا سيدي، كح على كيفك. ثانية واحدة لو سمحت. سرحان، أنا عايزك دلوقتي تقول لي بكل صراحة وبكل دقة. اوعى بلا دقة بلا نيلة بقى. إيه عاوز إيه أنت؟ انت بتستجيب على الارض ليه؟ انا بقول له هو انا بقول انت بقى اطفي انت على الارض. انت بقى وبقى هات اصحابك يطفوا هنا على الارض. سيبه. تعمل إيه أنت في جنينة الحيوانات؟ انا بروح هناك كتير يا سعادة البيه. ليه؟ اللي غاوي انا يا فندم. غاوي الأسود والنمور والتعابين لا غاوي ارانب انا. أرانب؟ ايوه. مين كان هناك النهارده؟ فين؟ في الجنينة. كان في محمد هنا. مين محمد؟ انا مش عرفني ضروري واحد اسمه محمد كان. انا هعرف كل اللي في الجنينه. أنت كنت لوحدك ولا معاك حد؟ كنت لوحدي. تثبت إزاي إنك كنت في الجنينة؟ التذكره لسه معايا. وريني التذكرة. الحمد لله عليها التاريخ النهارده. النهارده؟ ما كانش عليها التاريخ هتلاقي التذكره. فين يا ابني بس؟ التاريخ مكتوب تحت حدائق الحيوان بال. إيه ده يا ابني؟ ده أنا هدور في ده كله؟ انا هنام شويه كنت دورت بقى عشان انا تعبان. طلع التذكرة بسرعة. يلا. ندور مع بعض لو سمحتوا خدمه يعني. ده حسين معانا بدل ما انت قاعد كده. يلا خلصني. جنيه ملك. نص ملك. مريضك تابع. ربع ملك. ايه ده؟ انت غادي على ربع جنيه ملك. ايه ده يا شوش حسين؟ ده اللي بيحصل هنا ده؟ انتباه منك انا انتباه. تمام يا فندم اهو. طب اصبر عليا. اثبت ازاي انك دخلت الجنينه؟ ما التذكره مع حضرتك اهي. انا بقول له هو وبعدين انت عليك ربع جنيه. قلت كتابه وما جاتش كتاب. انا عايز الربع جنيه بتاعي دلوقتي. سرحان عبد البصير انت في الجنينه. تعالى هنا. اسمع، انت مالكش دعوه بحد هنا خالص غيري، فاهم؟ مش جايز لقيت التذكره دي على باب الجنينه؟ لا بعيب بقى. اسال عبد الشافي افندي. مين عبد الشافي افندي؟ موظف الشباك. قطعت منه تذكره بقرشين. يعرفك منين عبد الشافي افندي؟ عبد الشافي يعرفني. اصل انا اتخانقت مره مع العسكري بتاع الجنينه. ليه؟ ما رضيش يدخلني. ما رضيش يدخلك ليه؟ كان معايا ممنوعات. ايه؟ ممنوعات ده يعني؟ اصلهم قفشوني. كان معايا خاص. كنت انا شاري بحشه شخش. ايه؟ بحشه شحش. ايه؟ بحشه سحص. ايه؟ 5 ساعة بتقول ايه؟ بعشرات قروش خص. بعشرات قروش خص. ايوه فشرها كويس. انا باش اسكت خالص. تعرف تقول قميشني فيش نفش يفش قفشني فشكو جنب فشكو. ايه قفشكو ده كمان؟ طب تعرف تقول طبق ويطبق في طبق انا زي ما طبق انا طبق طبقكو. تعرف تقول دي؟ ايه؟ طبقكو يطبق في طبقكو. طبقكو في طبقكو زي طبقكو. بريلا الله. ناقص لنا الغاز فوازير ولعبيان انت ولا ايه؟ اكتب يا حسين بعشر خش قول له خلصني. ب10 قروش خص. اكتب ب10 قروش وتكتب ب10 قروش مش تكتب ب5 والباقي. انا عارف كويس اللي بيحصل. الحكومه صح. تعال هنا. بعدين كمل. بس فانا كلمت عبد الشافي فدخلنا هو بقى دي. كده؟ ايوه. سرحان؟ نعم. انت فعلا قطعت التذكره. ايوه. لكن ما دخلتش جوه الجنينه. لا دخلت. اسال عم سليمان حارس بيت الارانب. اديته جزرتين عشان ياخد باله من كلباله. مش ولدت كلباله؟ نعم. جابت تيمور وهندي ومنجاوي. ايه دي؟ كلباله ايه؟ الارنبه. ارنبه ايه؟ بتاعت الجنينه. جنينه ايه يا جدعان؟ انت هتجنني هنا معاك انت ولا ايه؟ انا بسالك في جنينه قتل، انت ترد على اسئله انا بسالها لك وبس. انت فاهم ولا لا؟ الله. ده حاجه عجيبه قوي الجدع ده. يسالوا سؤال يقعدوا لي كلبانه تشرب سجاير كتير قوي. مش شغلك. اصلهم بيقولوا عارف بقى مضره للصحه.
حقيقي. وبعدين بيقولوا فيها سيكوتيم، السيكوتيم بقى ايه؟ بيلبش السيكوتيم. وبعدين بتدفوع على الارض. انا ما عنديش حد ينظف على الارض. انت بقى انت فين الربع جنيه اللي علي؟ انا عايز الربع جنيه بتاعي دلوقتي. تعالى ايه حكايتك انت وحكايه الربع جنيه ده كل شويه؟ ايه ده؟ ايه انت يا جدعان؟ انت بتشتغل ايه انت؟ انا بشتغل في التلفزيون. ايه؟ معلق رياضي؟ انا معلق رياضي. امال دول يبقوا ايه؟ في البرامج النسائيه. لا بيه، انا بشتغل في البرنامج اليومي بتاع الاطفال. هيا بينا نلعب، اللي بيذاع كل يوم الساعه 4. هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب بتاع الاطفال. هيا بينا نلعب. ايوه برنامج لطيف مش بطال. بتشوفوا حضرتك؟ لا، الاولاد عندي في البيت هم اللي بيشوفوه. ليك انت اللي بتشوفه بس مكسوف. سنهم قد ايه بيه؟ عزة بنتي عندها 7 سنين وشريف عنده 6 سنين. بس ده يبقى صغير قوي، ما يلحقش يفهم حاجه يعني. لا ده بيفهم كل حاجة. يا سلام. اما ده مخه اكبر من سنه بكتير قوي انت عارف. وبعدين عارف يا متولي، عايز اقول لك على عندي بقى عمليه يعني البنت قد كده. وبعدين هم بيبقوا البنت بقى عندي معجبة قوي بالارنبة سمسمة. مديحه. مين مديحة؟ سمسمه. ما انا سفروت. ما انا اللي بقول انا ناجح في الثانويه، هي تقول لي عقبال الابتدائيه، انا اقول لها ابتدائيه ده ايه يا اختي؟ بضحك وياك يا عينيا. طب خليك في لم الورد، طب خليك في لم الورد، وجايلك في الكلام. يا سلام بام بام، يا سلام بام بام. بتوزع الناس دي ونقعد نغني شويه. ايه؟ ايه؟ سرحان، ممكن من فضلك تكتب لي اوتوجراف هنا؟ ايوه، اول مره حد يعرفني ويمضيني على دفتر زي ده. لا عشان الاولاد في البيت. اوعى تكون كمبيالات ولا حاجه. كمبيالات ايه يا ابني؟ ايوه ما انا عارف المعجبين ودوشتهم بقى. خصوصا الاطفال اللي في سن حضرتك كده بيبقوا منتهى. الاطفال اللي في سن اطفال حضرتك مالهم؟ قلم السكرنو قلم لو سمحت. اتفضل. قلم. اتفضل. اسمها ايه بنت حضرتك؟ اسمها ايه؟ عزة. يا سلام، اسم جميل قوي. عنزة يعني له. عزة ايه يا فندم؟ عزة احمد عبد السلام. عزة احمد عبد السلام. امال سيادتك اسمك ايه؟ احمد عبد السلام. الله، برضو ايه برضو دي؟ سيادتك اسمك احمد عبد السلام وبنتك اسمها عزة احمد عبد السلام؟ ايوه ده ربنا له حاجات يا جدع. شوف الصدق، اللي اسمه احمد عبد السلام وبنت اسمها عزة احمد عبد السلام. انا ليا واحد صاحبي كده برضه، بس هو اسمه زكي عبد المجيد وبنته اسمها نادية خليل محمد. الى عزة المقدم احمد عبد السلام. عزة. ما هي عزة هي يا فندم؟ دي ناقصة نقطة. الى عرة. نقطة. الى عزة المقدم احمد عبد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم من بلد الكفاح المسلح، والسادة أعضاء مجلس الشعب والسادة أعضاء المجالس النقابية يهنئون السادة الوزير بعودتهم من الخارج، ولكن الله سلم علي سفروت. يا ابني ده ايه اللي بتكتبه ده؟ حد يكتب في الاوتوجراف حاجات زي دي؟ واحد يكتب مع تحياتي. ايه ده؟ قبل الإجابة. سرحان عبد البسيط، تعالى هنا. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ للاقوال. النيله اللي انت كاتبها دي ايه في ايه؟ كاتب سفرود غلط. ازاي؟ كاتبها زفرود بالزي. ايوه. وهي سفرود بالسي. ازاي تكتب سفرود بالسي وهي بالسي؟ انا عايز اعرف. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف تكتب سفرود بالسين؟ كاتبها بالزين يا زفت. ايه ده؟ تعالى هنا. رايح فين انت؟ تعالى. ايه مالك؟ ضربني بوشه على ايدي يا سعاده البيت. معلش حقك عليا يا سرحان، حقك عليا. اقعد. معلش يا سرحان، نرجع بقى احنا تاني لقضيتنا. قضيه ايه يا سعاده البيت؟ سرحان، نعم. انت كنت بتشوف الست عنايات دي كتير؟ ست عنايات؟ لا هي كانت جارتي صحيح، لكن كانت دايما مشغوله الحقيقه. داخله خارجه خارجه داخله خارجه خارجه داخله خارجه. اقلب الورق.
دخل خرجة دخل ههريك النهارده بقى. صبح وليل، ليل وصبح، وسلامون الى الحاج ام محمود، ونعرفكم ان عباس دخل الجيش، اما زينب وعيالها ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ ده محضر رسمي، ده مش جواب خصوصي. خصوصا الليل ده يعني ساعات الدين. ايوه الليل ده طبيعه عملها. انا ساعات كنت اقول يا ترى هي بتشتغل ايه، قلت ضروري ممرضه عشان خاطر حكايه الليل دي بتساعد ناس كتير والله ليها الجنه. حسين لا يا سيدي ما هياش ممرضه. انت تعرف سيادتك انا مره كنت هسالها لكن خفت اللي قال عليا حشر يعني الحقيقه. سرحان عبد البصير انت سنك قد ايه؟ تديني كام سنه؟ بس تعالى بس خلاص، ده احنا مع بعض يا جدعان. صلوا على النبي. خلاص سنة 28 سنة. اكتب 28. واذا كنت هتكتب يبقى 28 سنة و5 اشهر. ليه بقى؟ انا اتولدت يوم جمعة. سيبك منه وخليك معانا. مش هو اللي بيكتب. انا عايز ربع من ده ايه حكايه الربع جنيه ده كل شويه؟ بس فين ربع جنيه؟ بس سرحان. نعم. انت ساكن هنا من امتى؟ انا ساكن هنا من اول ما جيت. وجيت هنا من امتى؟ اول ما سكنت على طول. وسكنت هنا من امتى؟ سكنت هنا من رمضان. انهي رمضان؟ انهي رمضان؟ في رمضان بيجي في الصيف وفي رمضان بيجي في الشتاء. انا جيت في رمضان اللي وراه العيد على طول يعني لازق فيه العيد. يا ابني انت هتجنني. في رمضان ما بيجيش وراه عيد على طول؟ معرفش، اصل انا ما بتكلمش في السياسه. مش دخل رمضان في السياسه. من 3 سنين. 3 سنين اكتب يا حسين. وسنين بالسين مش بالزين بقى. يا حمار. سرحان قول لي يا سيدي ايه يا حسين؟ ايه اللي جايبك هنا؟ اقعد هناك واكتب يا اخي. اقعد يا حسين، اقعد انا هجيب لك حقك انا بس. اقعد. سرحان. نعم. الست عناد ساكنه هنا من امتى؟ انا جيت لقيتها ساكنه هنا بيه. كويس قوي. ما لاحظتش عليها حاجه؟ ما كنتش بتزورها؟ لا بيه ما كنتش بزورها، بس الله يرحمها كانت دايما تفتح الراديو على الاخر. انا بقى ما اعرفش انام والراديو مفتوح على الاخر، فنزلت علشان اشتكي لها. نزلت عندها؟ نزلت ايوه. في شقتها؟ ايوه. اكتب يا حسين نزلت. ايوه اكتب نزلت. الله وانا يهمني؟ كل العالم بتنزل، اشمعنى انا يعني اللي افضل قاعد في بيتنا على طول؟ فانا نزلت يا بيه عشان اقول لها توت دلوقتي هيكتبها نسلت اهو. عجبك الفضايح دي؟ فانا نزلت عشان اقول لها توت الراديو فعزمتنا على العشاء. كويس قوي قوي قوي. وطبعا رحت لها. لا انا الحقيقه الاول رفضت بيه لكن هي الحت يعني. يعني اصرت يعني. هي وبعدين؟ لا الحت هي. ايوه يا ابني يعني اصرت يعني وبعدين كمل بقى خلصني. لا هي الحت بقى. لا هي اصرت بقى. لا انت كنت معايا؟ اصرت. اكتب يا حسين اصرت. اللي ما تكتبش يا حسين اصرت. انا كبرت في دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى. الحت غير اصرت. الحت تلح الحاحا. اصرت تصر الحاحا. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتشه يعود على مفتوشاني هو. فتشة ايه؟ هي الحت يا سيدي. الله اكتب يا حسين الحت. لا اكتب اصرت بقى. لا الحت. اكتب الحت. هي لما الحت انا كسفت الحقيقه. فطلعت لبست البدله بتاعتي الجديده وحطيت ريحه بقى. عندي ريحه بقى 7 اب هايله بقى هايله. ونزلت بقى فتحت لي هي الباب. لما فتحت لي الباب بصيت لي كده قالت لي ايه اللي جابك الساعه دي؟ مش تخلي في وشك شويه دم؟ الله يرحمها كانت تعزني قوي بقى. ده قوي واضح. طلعت بقى قلعت البدله بتاعتي الجديده ونمت بقى. نمت والله نمت. كنت هلكان. قعدت اعيط. ليش؟ عشان كنت هي كانت بتشتغل ايه بيه؟ رقاصه في مستشفى. في كباريه. ايه كباريه؟ قليلة الادب يعني؟ بطل بقى اللعب ده. لا اله الا الله. وانا كنت فاكرها ممرضه. يوم يتضح انها رقاصه. يلا كلنا هنرقص يوم القيامه. يلا. رقاصه في كباريه الورده البيضاء. ما انت عارفه. ايوه عارفه. ما هو ده بتاع الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتوره رائيه ابراهيم بتوع المسالك البوليه. ما انا عارف انا انت تسمع انت وانت ساكت وبس. رقاصه في كباريه الورده البيضاء. ايوه. بعد ما تخلص رقصتها
تنزل بقى الصالة تشوف شغلها. طبعا لازم تلم النقطة بقى. لا، تفتح. تفتح ايه؟ تفتح يا ابني. ايوه تفتح ايه يعني؟ تفتح يا ابني، تفتح يا عالم، ده حاجة تفتح. تفتح للزباين. والزبائن عندهم ايه مقفول عشان تفتحوا هي؟ ايوه كل واحد داخل بعلب السلمون وهي تفتح السلمون اللي داخل. سلمون ايه يا جدعان؟ مش بيشربوا سلمون؟ حد بيشرب سلمون؟ ما تفهم بقى يا اخي. ايوه فندم. في ناس هبل كده زي حضرتك يروحوا لها الكباريه يفتحوا لها ازايز ويسكي وشامبانيا. وهي ما تجيبش مفتاح معاها من البيت ليه؟ هو ده الحوج للزبائن؟ طب اقعد. ايه يا حسين؟ قاعد تتفرج علينا وما بتكتبش؟ لا يا فندم. اكتب يا حسين. لا يا فندم. اكتب يا حسين، اكتب كل كلمة بيقولها. حاضر. وكل كلمة ما بيقولهاش. اكتب يا حسين، اكتب. ده حويط يا حسين، ده انتوا هتجننوني انتوا الاثنين. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. حاجة عجيبة. هو بيشخط فيك ليه؟ ها؟ اصل انت اللي اخدته على كده. ما زمايلك ما هم واقفين محترمين اهو، ما شخطش فيهم ليه؟ لان انت اللي مهزأ. وبعدين عيب يعني، مش شيك منك انت عسكري وهو ظابط يقوم يديك على قفاك. وانت قفاك هيستحمل مين ولا مين يعني؟ مش كفايه في البيت؟ افرض انت مراتك شافتك وانت بتتهزق كده، يبقى ايه موقفك في الامم المتحده دلوقتي؟ تعرض قضيتك ازاي على دول عدم اللي ما حاش له دعوه بالتاني خالص؟ تسكتلوش، اول ما يجي اديله بالبنيه على طول. محدش بيترفد غير بقرار وزاري بقى لعلمك يعني. سرحان عبد البصير. اول ما يجي تخلع الحزام وبالحته اللي فيها الحديده وعلى نفوخ وعدل. قول لي يا حسين، ده كويسين قوي غيرش الايام انت بعدين عيب يعني، اشمعنى انت بالذات دون انا عامل عن زمايلك؟ ايه ده؟ في حاجات كتير. ايه ده؟ ايه ده يا شاويش حسين ده؟ افندم ده ايه اللي بيحصل ده النهارده؟ اقعد. تقعدش قول لي يا سرحان، تعرف حق وبعدين معاك انت ما تقعد. والله العظيم ده في عالم جبنات بشكل. ما تقعد يا حسين يا اخي، مش البيت ظابط بقى، اصل انت اللي مدلعه بقى بصراحه. سرحان، نعم. تعرف حد كان بيزورها اسمه متولي مرزوق؟ حد واقف يزورها ازاي يعني؟ يا ابني حد بيزورها بيتردد عليها، بيجي عندها في شقتها. اسمه ايه؟ متولي مرزوق. ده رقاصه رخر؟ يوه. متولي ده رقاصه؟ لا، ده الفتوه بتاعها. فتوه؟ ايوه. تعرفه ده حسين؟ مش غدري كتخبه كده ولا انت عارف يعني ايه فتوه؟ يعني كبابجي؟ يا ابني كبابجي ايه؟ امال ايه يا فندم؟ ما تفهم بقى. اللي زي عناد دي في ناس كتير تطمع فيها. ايوه. يوم لازم حد يحميها، وعشان يحميها لازم يقبض، وعلشان يقبض اللي يجبرها تعرف الرجاله الوحشين دول يا بيه؟ شغلها كده يا اخي. وجايز كمان تعزمهم بالليل عندها في البيت. تعزم الرجاله الوحشين دول عندها بالليل؟ امال وجايز كمان تعال. وده هتكتبها ازاي يا حسين دي؟ اكتبها بالحبر السري بقى. كل ده كان بيحصل عند الست عنايات بالليل. اتارينا نهار اخر اقول للرجاله كانت بتطلع محترمه وتنزل مش محترمه. والله بتلاقي راجل من دول طالع اول الليل محترم ونشيط قوي، اخر الليل بقى تلاقيهم نازلين يا عيني.
اتاريني مره وانا طالع لقيت واحد نازل زحلقه على الترابزين. يا عيني يا عنايات يا اختي، يا حنينه يا اختي، يا مزحلقه الرجاله يا شابه. يا سلام، بتعيط عليها حضرتك دلوقتي؟ ليه؟ صعبانه عليك؟ محموق عليها؟ محموق المليجي. علي. نعم. شفت المنديل ده قبل كده؟ ده منديلي. متأكد؟ على الارنب بتاعي. اكتب يا حسين. جبته منين ده يا خبر؟ ده كله دم. المنديل ده لقيناه جنب القتيله. شفت بقى حسين، الستانات طلعت رقاصه وحراميه كمان. بطل استهبال ورد عليا. نعم. اخر مره شفت فيها عنايات امتى؟ النهارده الصبح قبل ما اروح الجنينه. كنت عندها؟ لا، اصل انا وانا طالع لقيت محصر النور سايب لي وصل النور ب 93 قرش ونص. انا خفت لا يقطعوا النور، فنزلت اديت لها الوصل واديتها جنيه عشان تبقى تدفعه هي، حتى ما خدتش ال6 ساغ ونص بتوعي. انا عايز الحكومه تدفع 6 ساغ ونص بتوعي. بس انت وهو تقدر تقول لي ايه اللي ودى المنديل ده عندها في شقتها؟ انا هقول لك على كل حاجه بصراحه بقى. اتفضل. بصراحه اصل هي لا انت بتكرهني ليه يا موسوليني يا اخي كده؟ يا ابني مفيش حد بيكرهك، بس رد على الاسئله. هي لما فتحت لي الباب الحقيقه يعني كانت كده. يعني ايه كده؟ يعني كانت كده. جيب لي اتكلم وقول خلصني بقى. كانت لابسه من غير هدوء. كانت لابسه ملابس داخليه شفافه. انا اتكسفت يعني، طلعت المنديل انشف عرقي، فالظاهر من لبختي وقع مني، نسيت اجيبه. ده اقتراحي في القضيه يعني. اللي محيرني اللي هو كان نضيف ساعه ما طلعته من جيبي بقى بيه. استاذ سرحان عبد البصير. نعم. احنا متشكرين قوي. ايه ماشيين كده من غير فنجان قهوه ولا حاجه؟ لا ازاي، هي دي تيجي، بس القهوه دي بقى هتشربها انت عندنا. لا يمكن، ده واجب. طب عشان موسوليني طيب وسكرنو والاخوه الاعداء دول يعني. معلش ما تزعلش نفسك. شاويش حسين افندم، لبسه الكلبشات في ايديه. حاضر يا فندم. ثانيه واحده. يا سلام، فرحان قوي عشان هتلبسه الورين. هي الشلنكبات بعيد بقى يا موس. وانت كمان يعني عايز دوريه كبيره عشان دي شلنكبات مش اي كلام فارغ. ايوه زينهم، هتعترف بايه كمان؟ انا معترف بكل حاجه حضرتك عايزها، واي حاجه في العالم وحشه حصلت انا السبب فيها. البوسنه والهرسك انا السبب فيها. خروج السعوديه من كاس العالم انا السبب فيه، ومستعد امضي وابصم على كده كمان يا باشا. ايه ده؟ انت عملت فيه يا مجنون؟ تمام يا باشا، اعترف لغايه دلوقتي ب 24 تهمه. 25 في التهمه الاخرانيه حضرتك ناسيها، اللي انا مخبي طياره حربيه في الحمام الصغري اللي هناك ده، الطياره اللي انا هنزل بيها وزاره الدفاع عشان استولي على الحكم. دي تهمه حلوه يا باشا، ربنا يوفقك، في شويه شغل حلوين، انت بتعمل شغل حلو بصراحه قوي يا باشا. ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ الراجل ده عبيط قوي، شبه علبه الكازوزه المطبقه. ولو عند سعادتك اي تهمه في اي حته في الدنيا هو على استعداد فورا انه يعترف بيها. الراجل ده عبيط جدا. هو عارف انه عبيط؟ والحكومه عارفه انه عبيط؟ ايوه. يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟ مكتوب طبعا. وفصيله الدم ابيته. عبيط قوي. من فضلك يا نعيم خد رجالتك وامشي من هنا. يا باشا ده خلاص بقى في اعداد المتوفيين. اعداد ايه؟ المعترفين. ارجوك سعادتك اديني فرصه امضيها على كل الاعترافات دي. خد رجالتك وامشي من هنا، انا اللي هتولى الامر ده بنفسي حسب اوامر فخامه الرئيس. يا باشا ده شخص خطر. من فضلك يا نعيم. فخامه الرئيس هو في ايه؟ انت حاجه مهمه على فكره يا باشا. انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. انت بتبقى في القرطاس يا باشا. والله العظيم يا باشا انا بريء ومظلوم. انت انسان عظيم. نعم. انت انسان عظيم، والانسان العظيم اللي زيك عمره ما يعمل حاجه غلط. متشكر قوي يا باشا. العفو على ايه؟ ده احنا اخوات في وطن واحد، ولاد عم في الحاضر والمستقبل، ولاد خاله في المصير الثوري المحتوم. احنا قرايب. ايوه احنا قرايب، خصوصا في المشيك الشوري المحشور ده يا باشا. المشيك الشوري المحشور احنا هنتكلم كتير يا باشا. شوف من لفتي عليك فاتت عليا دي زيمباوي. يا فندم يا باشا. فكوا يا زيمباوي. حاضر يا فندم. اسمك زيمباوي؟ ايوه.
يا نهار ازرق، عبيط واقرع وزمباوي كمان. ميه زمباوي، ما مقطوعه، ميه من الثلاجه. الثلاجه دي مش لما نلاقي ناكل اول يا باشا يبقى في الثلاجه. قال قول لي يا باشا هي امبرياليه يعني ايه؟ امبرياليه يعني ايه دي؟ ليه؟ خدوا الكنبه بتاعتي، الكنبه اللي انا بنام عليها، قالوا لي دي رمز من رموز الامبرياليه، وخدوا الكنبه بتاعتي. ايوه يا باشا. نعيم عمل كده؟ هو الباشا اسمه نعيم؟ ايوه غلط، ده جحيم، ده نار مولعه. معلش احنا اسفين جدا، واتاكد ان نعيم هياخد جزاءه عن كل اللي عمله معاك، بس انا عايزك تروق لي شويه بقى عشان احنا هناخد وندي مع بعض في الكلام. جينا بقى للكلام اللي مش هو. ليه مش هو؟ ما نعيم برضه قال ناخد وندي مع بعض في الكلام، والعمليه قلبت بالقوات تتقدم. قلبت بايه؟ القوات تتقدم. هم دول يا باشا، وكل واحد عارف بيقف فين بالظبط، وكل واحد لابس في دماغه نص بطيخه. انا مش قلت لك يا نعيم تاخد رجالتك وتمشي من هنا؟ انا سمعت القوات تتقدم. من فضلك القوات تتقاقر. الناس اللي هنا بقوا مهلبيه يا عيني. رايحين جايين عليهم. الله يرحمك يا ام السيد. معلش احنا اسفين جدا، بس تاكد ان الوضع معايا انا مختلف تماما. احنا هنقعد مع بعض قعده اخ مع اخوه. صديق مع صديق. مواطن شريف مع مواطن شريف زيه بالظبط. احي في ايه؟ ما هو النعيم دي برضه قال الكلمتين دول وعينك ما تشوف الا النور. وبصراحه بقى يا باشا ما فيش اخ بيقعد مع اخوه بالطريقه بتاعتكم دي. باختصار انا هدخل في الموضوع على طول. انا عارف كويس قوي ان في شبه كبير بينك وبين فخامه الرئيس. يا باشا انا ماليش ذنب في الموضوع ده، اللي غلط الغلطه الشنيعه دي ابويا وامي مش انا. يظهر ان الشبه ده اللي كان سبب تعاستك هو هيكون سبب سعدك وهناك. ازاي يا باشا؟ انت اذنهم من النهارده هتكون الرئيس. رئيس الكومبارس؟ كومبارس ايه؟ الرئيس بجد. هتعملوا فيلم جديد امثل فيه دور الرئيس؟ ها؟ مش في فيلم، في الواقع. وانا بصفتي نائب رئيس الجمهوريه اعلنك رئيسا للجمهوريه. تعلن من رئيس الجمهوريه؟ انت. انا رئيس جمهوريه مين؟ جمهوريتنا احنا. ليه يا باشا؟ الله الحق يا باشا. ليه يا باشا؟ ايه حرام ليه؟ حرام ليه؟ ده قلت لي طباخ الرئيس، سواق الرئيس، ده كتير كمان، انما الرئيس نفسه ازاي؟ انت يا زلمه هتكون الرئيس. ايوه. هتنام في سرير الرئيس. ايوه. هتقابل الناس بدال الرئيس. أيوة. هتعيش عيشه الرئيس. هتلبس الرئيس. هلبس الرئيس ازاي يا باشا؟ هتلبس شخصيه الرئيس. ولما رئيس ربنا يطول لنا في عمره يعرف ان انا عملت الحاجات دي من وراه، مش جاز الاقي نفسي بقى في الاخره من غير تاشيره دخول حتى يا باشا. الرئيس مش هيعرف يا زينب. ليه يا باشا بقى؟ لا ده الرئيس يعرف كل حاجه. الرئيس مش هيعرف يزنهم لان الرئيس مات. هو في رئيس بيموت يا باشا؟ ايوه طبعا. الله، الرئيس بشر زينا يا زينهم. الله، الرئيس ربنا يطول لنا في عمره مات. ايوه مات. اطال الله بقاؤه مات. بقول لك مات يا حبيبي. ايه يا مدلعنا يا مشغلعنا. انا مين هيشغلعني بعد كده؟ انت اسمك ايه؟ زمباوي. لا ودي كانت حمى دي ولا ايه؟ ما سمعناش حاجه يا باشا في التلفاز والاجهزه المرميه دي. واضح يا زينهم ان انت انسان بسيط وما عندكش اي فكره عن متاعب السياسه وهمومها. انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له. شوف انت كويس ازاي. للاسف البلد مليانه ناس وحشه كتير بيسموا نفسهم معارضه وهم كل هدفهم انهم يوصلوا للحكم عشان مصالحهم الشخصيه وبس. ليه يا باشا ليه؟ ده كل واحد بياخد نصيبه. وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى بصراحه، المرياسه دي ارزاق. اي والله. والله يا باشا. الناس الوحشه دي يا زلمه ايوه يا باشا. لو عرفت بخبر وفاه الرئيس البلد هتولع نار. انا هنزل اولع في سمسمه وامها دلوقتي. شفت؟ واحنا ما عندناش استعداد لمواجهه ده في الوقت الحالي لان الوفاه حدثت فجاه. بس انت لازم تكون متاكد ان المخلصين من ابناء الوطن امثالي بيضعوا امن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. عشان كده يا باشا عايزين نمثل دور الرئيس لغايه الامور ما تعدي يعني. انت في منتهى الذكاء يا زينهم، واحتمال تستمر الرئيس على طول اذا نجحت في مهمتك بقى. بس انا باشا ما عنديش خبره، يعني ما اشتغلتش رئيس قبل كده بصراحه. شوف يا زينهم. ايوه يا باشا. معظم الرؤساء اللي انت بتشوفهم في ناس بتصنعهم. تصنعهم؟ وبتصنع زعامتهم. واحنا معاك.
هنقول لك على كل حاجه، وما عليك الا انك تنفذ اللي هتسمعه مننا بالحرف الواحد، وده طبعا لمصلحه الوطن. انا عشان مصلحه الوطن اعمل اي حاجه يا باشا. ولو عايزني اشتغل مأمور اسم اشتغل مأمور اسم كمان. مأمور اسم ده ايه يا ابني؟ بعد الظهر. بعد الظهر وامسك المطافي لو عايزين. مطافي ايه؟ انا احب ارش ميه ساعه المغربيه كده قدام قصر الرئاسه، امسك خرطوم ميه واقعد ارش ميه. اتفضل يا حاج عباس، اتفضل يا حاج اسماعيل، عقبال ولادكم واعمل مجال يعني كده. مجال ايه وخرطوم ايه اللي هتمسكه وترش بيه ميه؟ بيقول هتبقى رئيس جمهوريه تقول امسك المطافي امسك الميه ارش ميه. سعادتك يا باشا من ساعه ما دخلت بتبص لي بصات ماشيه زي ما اكون شايل مني في حاجه يعني. شايل منك في ايه؟ بيني وبينك ايه يعني؟ خلاص يا زيمباوي. سعاده الباشا انا اللي اتحفظ على اللي بيحصل يا فندم. ايه التحفظ ده؟ يا فندم صحيح الراجل ده شبه الرئيس الله يرحمه تقريبا 100%، لكن ده مش هينفع يا باشا. الراجل ده ضعيف الشخصيه والشغلانه دي عايزه واحد قوي يشخط ويرضى زي فخامه الزعيم. الحاجات دي مفيش اسهل منها، انا ممثل اول ما اندمج ما تعرفوش. برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزينه منك بالظبط، ان انت تندمج. انا هندمج زينهم. ايوه يا باشا. انا عايزك دلوقتي تنام وتستريح عشان هتصحى الصبح تلاقي نفسك رئيس الجمهوريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، واحنا هنعرف نجيبك ازاي للقصر الجمهوري. اهم حاجه الموضوع ده بس سر بيننا وبينك، السر ده لو تسرب في خطر على حياتك. طمن يا باشا. اتفقنا؟ ماشي يا باشا. يلا يا زنبال. يلا صاحب باشا. معلش يا باشا بعد اذنك ممكن خدمه صغيره؟ الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه يعني، فعايزين ندخله كليه الطب. الطب؟ حاضر، نعتبره من ابناء الاساتذه. لا ده ابوه عرباجي حنطور. احنا هنقول كده. طيب بس هو في حاجه صغيره، هو ادبي كمان. هو صنايع كمان يا باشا عشان تبقى عارف يعني، وهو سائق كمان بصراحه. يلا بقى. هو عايز يخش كليه الطب عشان عايز يبقى ظابط يعني. نعم. عايز يبقى ظابط مهندس. الواد اصله مجنون. ايه ده؟ مجنون خطر، قتل 2 مجرمين معاه بس دلوقتي سايبينه كويس يعني. عارف عنده كام سنه؟ كام؟ 45 سنه. ما شاء الله. بس ما شاء الله الواد ده زهبج مش زهبجه يعني. يلا يا زنباوي. يلا ممكن خدمه كمان يا باشا؟ أوي اتفضل. الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض، عايز جهاز من بتاع رجلين ده. يا مسكين رجله مقطوعه. لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عقبال اولاده. حاضر، نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زنباوي. يلا صاحب ممكن باشا. خدمه كمان يا باشا؟ أوي اتفضل. جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله، وشه كده ابيض وتلاقي الورع والتقوى على وشه، عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع ده. لا دي سهله، دي كشك يبيع فيه سجاير. لا هو هيبيع مخدرات كمان. السجاير بتجيب حاجه يا باشا، ده امير وفي حاله، ده بتاع ربنا ومصلي، ده حاج بيت الله يجي 400 مره. ما شاء الله. حاضر، هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زنباوي. يلا صاحب باشا. ممكن خدمه كمان؟ أوي اتفضل. معلش يعني. بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحده تانية. أيوة. عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي ونرجعه لبنت عمتك تاني. لا احنا هنجوز واحده تانية عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلها ثقيله شويه، شبه الباشا كده. ممكن خدمه كمان يا باشا؟ طبعا اتفضل. بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني. نعم. 10 جنيه مصاريف. 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهوريه، انت من بكره مش هتطلب حاجه من حد، البلد كلها هتطلب منك. طب يجيبوا 10 جنيه دلوقتي. بقول لك رئيس الجمهوريه. طب هات 2 جنيه. 2 جنيه؟ طب هات اي حاجه. أي حاجة. ما تبقاش كده. طب هاتوا لي هربربر. ايه؟ هربربر. ايه ده؟ هربربر اللي هو ازاي يعني؟ سندوتش هربربر. همبرجر. ايوه. حاضر. هتجيبوا لي؟ نجيب لك. هربربر. ايوه. وكينكاكي. كينكاكي. حاضر. هتجيبوا لي؟ هنجيب. كينكاكي. ايوه. وشحطب عليه. ايه شحطب ده؟ الازازه الحمراء تفضل تدق لغايه ما تروعها كلها. كاتشب. ايوه شحطب. حاضر. ومستورد. ايه؟ مستورد. ايه مستورد ده؟ ادوكوا الاصفر بزيت اللي في الاخر. مستورد ده جوزها بقى. مش كل حاجه ذكرات وانثى. ايه الطلبات الغريبه اللي انت بتطلبها دي؟ انت ما انتش قادر تستوعب الموقف؟ بقول لك انت من بكره رئيس الجمهوريه. في رز بلبن. رز بلبن ايه بس؟ من بكره انت رئيس الجمهوريه. خلاص
يلا يا سنباوي. يلا سعد باشا. اسمح لنا بالانصراف فخامة الرئيس. انا